ابو حنان حاطط موضوع الاميجريشن في دماغه ومش ناوي يسيبه غير لما يخلص عليه خالص. بعد كل الاجراءات اللي عملها في شهر نوفمبر اللي فات واللي كلنا عارفينها، الشهر ده ابتدينا نسمع انه في ناس بيجي لها جوابات مواعيد بتاعه احتفال الحلفان بتاعهم ان هم ياخدوا الجنسيه الامريكيه، الصبح يستحمى ويلبس الحته اللي على الحبل ويروح رايح على العنوان اللي هم مدينه له في الجواب، ويقف في الطابور يلاقي في ناس بتيجي تاخده من الطابور وتقول له انت اركن على جنب. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما فيش، ما عندناش، ما خلصنا، ما فيش منه تاني، انت من 19 دوله اياها اللي هم هيبقوا 32 دوله ومش هتاخد الجنسيه النهارده. طب انا هروح اعمل ايه؟ احنا بقى هنبقى نقول لك هنعمل ايه، هنقول لك هنعمل ايه، دي بقى احنا لغايه دلوقتي مش عارفينها. ممكن يكون اجراءات زياده يعرفوا عنه معلومات اكتر، ممكن يكون هم هيسحبوا منه الجرين كارد، ما فيش معلومات واضحه الناس اللي روحت دي ايه اللي هيحصل فيها بالظبط، لكن هيبان طبعا في الايام اللي جايه. الفكره انه في ناس كتير قوي هتتظلم في الاجراءات اللي بتتاخد دلوقتي. بس عارفين المثل المصري اللي بيقول السيئه تعم والحسنه تخص؟ وانت حاسس ان انت اتظلمت او هتتظلم، افتكر كويس قوي مين اللي ظلمك. اللي ظلمك مش هو الرئيس ومش هو الادمنستريشن بتاعته ومش القوانين بتاعه البلد، اللي ظلمك هو زميلك جارك او الشخص اللي من بلدك او من بلد تانية، الشخص اللي جاي ونيته مش كويسه، اللي جاي وعايز يضر البلد، اللي مش بيحب البلد ويبلندن في الكالتشر بتاعه البلد ويلتزم بالقوانين ويكون مواطن امريكي منتج محترم. البلد اضطرت ان هي تاخد الاجراءات دي علشان تحمي نفسها وتحمي المواطنين الكويسين اللي جواها. فيوم ما تحس ان انت مظلوم افتكر كويس قوي مين اللي ظلمك.